سنيكرز؟ خبلاني؟ اشترك معانا بالقناة حتى توصلك كل الحلقات. حلقتنا اليوم مهمة جدا عن pre-menstrual symptoms، أعراض ما قبل الدورة الشهرية للسيدات. قبل ما نحكي على أعراض ما قبل الدورة الشهرية، تعالوا ندخل إلى أحشاء المرأة ونشوف شو تعاني من تجيه الدورة. تعالوا خلوني أعرفكم على الأعضاء الأنثوية المسؤولة عن الدورة الشهرية. بدينا من هسه استحينا وما قمنا نشوف الفيديو ولبسنا السماعات، لا بابا يسمع ماما تسمع. هذا علم، العلم ما بحرج. هذا الجهاز التناسلي للأنثى، راح نفرض هذا الرحم، خوش حكي، وهذه المبايض، وهاي الفالوبيان تيوب اللي هي قنوات فالوب اللي توصل البيضة اللي موجودة بالمبيض إلى الرحم. لأن ما عندنا فلوس نشتري شاشة كبيرة، أرجوكم تجاهلوا هذا الجزء ما له علاقة بالموضوع. بدعتي 5 دقائق نخلص بالزايد. اكو مكان بدماغنا اسمه الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس ينطي إعازات ورسائل علما إلى البيتويتري جلاند أو الغدة النخامية بالجونادوتروبين ريليزنج هرمون. ما أدوخكم، الغدة النخامية تتحفز وتنتج هرمون اسمه الاف اس اتش. راح نفرض هذا هو الاف اس اتش. الاف اس اتش هذا الهرمون يجي على المبيض ويحفزه انه تتكون البيضه بداخل المبيض. راح نفرض البيضه هي العروس اللي تطلع من المبيض، والنطفه هي العريس اللي يدخل من الرحم حتى الى العروس. اذا البيضه هي العروس والنطفه هو العريس والرحم القاع مع العرس. كل شهر بعمليه نضوج البيوض تفرز الاستروجين. اني راح العب دور الاستروجين. من الاستروجين يزيد اللي هو اني يبدا يحفز الدماغ، يلا يلا يلا، حتى يفرز هرمون جديد يساعد البيضة انه تطلع. الهرمون هو LH لوتينايزنج هرمون اللي راح يساعد على خروج البيضة. البيوض بالجهتين عادة في منتصف الدورة خلاص راح تنطلق البيضة من المبيض حتى تدخل بقناة فالوب. طبعا هذا الجزء الابيض اللي كانت البيضة ببطنه كلش مهم، هسه راح اجي له. شلونك حبيبي؟ باختصار الاف اس اتش والال اتش يلعبون بالنساء لعب، ما عدا الهرمونات اللي راح تجي. يعني اذا هي متزوجه وتجي عليها امها ذاك اليوم بالتحديد غسل المواعين ترى خطيه. لو اذا متزوجه يجي زوجها ويقولها التمن ملحه زايد والدجاج شويه فاهي، يعني ما بي ملح، بس من تحط الدجاج على التمن ما راهم الطعم. عزيزي شنو رايك تجرب الاف اس اتش ولا ال اتش؟ خلينا نشوف ايش راح يصير بالتمن مالك. بهاي الاثناء ما عدا الاستروجين اللي هو اني، اكو هرمون اخر موجود لكن راح يزيد افراز هذا الهرمون بهاي اللي قلت لكم عليها اللي هي الكوربوس لوتيوم. هذا الهرمون اسمه بروجستيرون. اكيد كل عرس حتى يكون كامل لازم بيه المعازيم. قلنا اكو العروس والعريس نحتاج المعازيم. الهرمونات راح تشتغل على انه تثخن بطانه الرحم. بطانه الرحم تثخن ليش؟ حتى تتهيأ للطفل الجديد وتصير مليانه بالاوعيه الدمويه حتى العريس والعروس يلتقون ويصير البيبي هنا. طبعا هذه العمليه تتكرر 12 مره بالسنه، خطيه. كل شهر هي البيضه تطلع. اذا العريس ما موجود طفر قلب او هي ما متزوجه البنيه، فحاله حال اي عروس ماكو عريسها راح تكتئب وتحزن وتذوب ويمتصها الجسم بالكامل. ما دام ما صار طفل الكوربس لوتيوم هو هم راح يذوب وما راح يفرز بعد البروجستيرون. وهاي البطانه اللي كانت مهيئه بالرحم لاستقبال الطفل بعد ما لها داعي وما لها لزوم. وقبل ما ينزل الدم بالدوره الهرمونين يعني الاستروجين والبروجستيرون اثنينهم ينزلون. تخيلوا هذا الموضوع كله تمر بالمرأة كل شهر، يعني بالضبط الدورة الشهرية شهر 1، الدورة الشهرية شهر 2، الدورة الشهرية ثالث مرة، الدورة الشهرية رابع مرة. تتزوجي؟ pre-menstrual symptoms أعراض ما قبل الدورة الشهرية. كأنه الدورة بحد ذاتها غير كافي، فلازم أكو أعراض قبل ما ينزل الدم تعاني منها البنية. الاستروجين اللي لعب دوره اني والبروجستيرون أبو النظارات يأثرون على مناطق بالدماغ اسمها الأميجدولا، فبالتالي راح يزيدون الإيموشن والعاطفة من تجيه الدورة، ويصير عندها تقلب بالمزاج. ساعة تحبك، ساعة تكرهك، ساعة تضحك، ساعة تبكي، ساعات. ممكن تكون اعراض جسديه، الم بالثدي، انتفاخ بالبطن، لعبان نفس، صداع، واعراض نفسيه مثل ما قلنا بالمزاج. ممكن تكون يوم واحد قبل نزول الدم، وممكن 7 ايام قبل ما تجي الدوره تعاني من هاي المشاكل. يعني شوفوا دعتي اذا رادت الشوكولاته او النستله او الكاكاو مالتها الخاص دير بالك تجيب لها غير نوع. سنيكرز؟ خبلاني؟ قول مخبله. سنيكرز ايه سنيكرز، انت مو انت وانت جوعان. اي مخبله سنيكرز، اكل سنيكرز ارجع طبيعي، او ماكل مخبله. تويكس يوم
هاي مش لواحد لاثنين، هوني ما حد راح يتزوجني، راح اضمه إله. اما اذا انت متابعني زين وتقول دكتور سيف يقول انه هذه المواد الكاكاوات بها الكثير من السكريات والسعرات الحراريه العاليه وسبب رئيسي للسمنه وامراض مزمنه، فانا ما عندي مشكله، ما راح اشيل السبسكرايب من عندي، هي راح تشيل اشتراكك من الحياه. سكريات، هيا سكريات. انت شايف لحلقه الحب مال دكتور سيف؟ ايه يسوي سبسكرايب وشوف احسن. احنا كأسر اب وام واخوه علينا ان نعرف شنو تمر به البنيه، وبنفس الوقت الزوج يجب ان يفهم طبيعه جسد زوجته حتى يعرف يتعامل وياها، يعني ما يصير يكون الموضوع بردود الافعال، بعصبيه، ليش ضايجه، متبطره، لا تتدلل، لا تتدلع، هرمونات مأثره بيها، الموضوع مو بيدها، احنا كلش نستحي ونخجل من هذا الموضوع، والام ما تعرف بنتها ايش جاي يصير بجسدها، او الزوج ما يعرف موعد الدوره مال زوجته بس من يريد يخلف ولد، ذاك اليوم اذا هي ارادت جنك فود، اكل غير صحي، تشيبس ما اعرف شنو، ممكن تجيب لها لان هي حتى تخفف الكآبه اللي عندها، اذا مو شرط تروح تعوفه وتقعد بالقهوه ويا اصدقائك، ويا ويلك من امرين اثنين، الاول اذا كان موعد الدوره الشهريه مالتها ويا موعد استلام راتبك الله يساعدك، او اذا عمتك امها تريد تزوركم بالبيت، يعني امها والدوره تو ماتش هوايه، طبعا هذا مو معناها انه المراه عندها نقص معين ابدا، حاله حال الرجل، بس هي معناه انه تتحمل اكثر من عنده وتقدر تقدم حتى اكثر، تخيلوا هي عندها اعراض ما قبل الدوره الشهريه وعندها باكر امتحان، لا وفوقاها تجاوب وتاخذ اعلى منك وممكن تطلع الاولى على العراق، وارجع واقول هسه مو معناها الشباب مو زينين، الشباب ورود ويخبلون، بس ركزوا، اقول لك انا تعال امدح ذولا وامدح ذولا بيا حين. طيب تعالوا شباب، زين خلي نفرض جدلا انه الشاب تجي الدوره الشهريه، شلون راح يكون احساسه؟ ليش هيك؟ احنا ما اتفقنا على هالموضوع، صار لي ساعه وياكم، ساعه حتى امشط القذله، ليش؟ انا ايش سويت لكم؟ كهرباء وحطك عليه وخسلك انت كل 7 سنين مره. شعر صدري مخربط، شلون راح نطير رقم للبنات اليوم؟ اشتعل ابليسك سيف، صار من الصبح تريد تحدد السكسوكه 100 مره صارت عوجه، شلون راح اطلع؟ اذبح يلا، دا انزف من كل مكان. صدقوني ماكو رجل ممكن يتحمل ان تكون عنده دوره شهريه كل شهر، فتحيه لكل ام وزوجه وابنه واخت وزميله وصديقه، الله اعطاك نعمه انه تقدمين حياه جنس البشري الى الارض، فالف بوسه لكل ايد ربت وساهمت في انشاء جيل، واضربكم على ايدكم اذا ما تسوون سبسكرايب واشتراك. مع السلامه.